امرأة متبرجة كاشفة مستغلة الكمام واللثام تكشف بعض وجهها وبعدين أزالت الغطاء كامل، ما تدري إنه يوم من الأيام تعذب بما عصت الله به. اللي في مكتب قدامه امرأة ويمازحها ويتكلم قدام الناس شهداء الله عليه يوم القيامة، الجدران تشهد عليه، الصور اللي تصور، كل مكتب فيه كاميرات. فإذا كانت محفوظة هذه المشرفين على المكتب، فكيف بالشيء اللي محفوظ لله والملائكة اللي مسجلة عليه؟ أيظنون أنهم قدروا أن المرأة قدرت أنها تخرج متبرجة ومتزينة؟ إن الله غافل عنها، وما الله بغافل عما يعملون. ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ليش يغفلون الناس؟ ليش؟ يعني قدرتم، لما قدرتم عصيتم. اللي عصيته يقدر يضربك بشلل. النبي صلى الله عليه وسلم لم تمس يده امرأة يد أجنبية، لا تحل حتى البيعة لأعز شيء عليهم. وأنت صالح المرأة وتشوفي حار ايدها ولا لا، تمهد لشيء ثاني بنفسك، أو هي تزين قبل ما تطلع عشانك تعجبك يعني حتى تنظر إليها. وهالرجل اللي يدغدغ المرأة منه ولا منه بإشارة ولا رمز ولا كذا ولا كذا ولا خدمة ولا شيء، وهي توشك أنها تحكك به بعد. خافت الله؟ هي ما خافت الله، والله ما خافت الله، وهو ما خاف الله. فيا ويحهم يا ويحهم، إن قدروا فليذكروا أن الله عليهم أقدر، فليعلموا أن الآجال مغيبة، ربما يكون الإنسان في آخر لحظاته. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله. التفتوا يمين ويسار، شوفوا الجياع، شوفوا المشردين بيوتهم، شوفوا من تهدمت عليهم بيوتهم، شوفوا أحوالهم، والله ما يملكون شيء، ما معهم شيء، حتى الأدوية ما معهم. وأنتم تعصون الله لأنكم آمنين، لأنكم شبعانين، لأنكم قادرين. والله إن كانت العقوبة على قدر النعمة، إننا على خطر من عقوبة ما فيها أحد من العالم. والله تعالى قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية، والله إنهن تبرجن أشد من تبرج الجاهلية الأولى. الذي ينظر المتبرجة ويستمتع ظالم ولا ما هو ظالم؟ ظالم. ويا ويله إن ربك لبالمرصاد. كل واحد يتنظف ويتلبس وكذا 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 من أجل الفتنة، يا ويله. الله جميل يحب الجمال، لكن أنت من أجل فتنة تبي تزين حتى تعجب النساء، أول مرة تزين حتى تعجب الرجال. الله منك بالمرصاد، وإن أخرك فلا تدري ما الحكمة من التأخير. لا يظن أن القدرة على الشيء معناه الإباحة، لا والله، محكومون بالشرع. الصحابة رضي الله عنهم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. طيب هم وأمهاتهم يقالوا الكلام ذا وحنا عادي يعني. فلنتعظ، فلنعتبر، فلنذكر الموت هادم اللذات، فلنذكر أن الموت بوابة للآخرة، فلنذكر أننا في طريق إجباري